يا اهلي خلصت فيك كل كلمة حلوة فيك، كل مدح بمدحه فيك يا اهلي خلصته. عجز لساني على تعبيرات جديدة، عجز لساني على مدحك في في انبساطك لينا كجمهور لك. دلوقتي شوف الاهلي مع كولر والاهلي مع الكابتن عماد النحاس. الاهلي عمره ما خذل جمهوره. شوف تحركات اللعيبه مع كولر وشوف تحركات اللعيبه مع الكابتن عماد النحاس. احنا كنا مع كولر كنا بنتنشأ على جون، على هجمه، على ازاي نبني هجمه، على ازاي نطلع بهجمه من الدفاع، وكنا بنعتمد على المهارات الفرديه بتاع اللعيبه زي امام عاشور ولا زي احمد رضا عشان ينقل لنا الهجمه بتاعتنا ويطلعها لواحد زي جراديشار ولا وسام ولا بن شرقي. انت شوف، انا عاوزك تشوف دلوقتي مروان عطيه وهو كان في عهد كولر وهو دلوقتي كان في عهد عماد النحاس. كان في ايام كولر ما كانش بيطلع من خط من بيعدي نص الملعب، ما كانش بيعدي. كنا مع كولر حفظنا مروان عطيه ده ان هو خط وسط دفاعي لا يعرف حاجه عن بناء هجمه، لا يعرف اي حاجه عن خطوط الهجوميه بتاعتنا. انت دلوقتي بقيت تشوف مروان عطيه عن ال 18، بقيت تشوف امام عاشور في ال 18، عمرو السوليه في ال 18. شوف بقى قصاد كل ده عاوزك تبص على العك بتاع كوكا اللي حصل النهارده، ولا رامي ربيعه اللي طالب 40 مليون في السنه. ما انت لو راموس يا جدع والله ما هتطلب ال 40 مليون، ولا لو كنت شباب حتى ما كنتش هتطلبها. انت شوف مصطفى العش لما نزل جنبك عمل ايه، فرم ابوك فرمه ما عرفش يعدي منه. كوكا بعد كده المفروض ما يلعبش باك شمال تاني. كوكا لا يعرف اي حاجه عن الدفاع ولا عن الباك ولا عن اي حاجه خالص. بس ياسر ابراهيم مش جنبه حد يسنده عشان يقدر يديك كل اللي عنده في الدفاع. ولا الشناوي الكرة اللي دخلت فيه يا جدع مسرحية في الدفاع بتاع النادي الاهلي. النصري احرج النادي الاهلي دفاعيا عن حقيقة، بس اللي اتفوجئت فيه محمد هاني. شفت الاوفر لاب اللي رفعه عرضية بيرفعها بالمقاس لوسام ابو علي دخل الجول، ولكن القدر له رأي تاني ويبقى فيه تسلل. أول مرة أشوف محمد هاني بيرفع عرضية صح، ما عملهاش مع كولر. كان فين وفين، كل 10 مطوشة مرة، مش كل 10 هجمات في ماتش مرة هجمة، لا كل 10 مباريات يعمل فيها أوفر صح. المستوى اتطور مع النادي الأهلي، المستوى اتطور مع كابتن عماد النحاس. دلوقتي كابتن عماد النحاس خلى في امل كبير قوي لجمهور النادي الاهلي ان انا عاوز اكسب واحد والجول والتاني والتالت والرابع، عاوز اجيب سكور. تخيل لما تكسب على المصري 4-2، المصري اللي كلنا كان كل الجماهير الاهلي قاعده حاطه ايديها على قلبها، اللي كمان السكور بتاعه قوي، مفيش جمهور يساند اللعيبه، ولكن بصمة الكابتن عماد النحاس تفرق مع الهجوم، تفرق مع تحولات نص الملعب. واحد زي بن شرقي الكورة بتاعته راحت في العرض. طيب وسام ابو علي الجون الاولاني تسلل واصر انه يرجع تاني ويجيب جون عالمي. فهو ده قفشه اللي كان شاطها من ماتش ولا ماتشين كان عاوز ياخدها منه من وسام ويشوطها هو في وجه مقارنه. ما ينفعش، هو وسام تخصصه ضربات ثابته، يبقى يلعب هو الضربات الثابته،
ما يجيش قفشه يخش في الموضوع يقول لك انا عاوز اشوط انا. امام والله يعني صفقه القرن ديت لما نقولها على امام بحاجه بسيطه. امام لما يقلب كيان الفرقه كلها، امام لما يعمل عمليه التحويل بتاعك الهجومي، امام لما يجيب ضربه جزاء ولا يعمل اسيست امام هو دلوقتي هداف الدوري. امام اللي كان كل بينتقده وهو اولهم دونجا اللي كان بينتقده. بص شوف امام هو وصل فين. امام هداف الدوري دلوقتي. طاهر اللي كان الوحيد اللي كان مع كولر هو اللي كان مع كابتن عماد النحاس النهارده. طاهر بيفوق، طاهر بيعيش افضل حياته الكرويه دلوقتي، التوب فورم بتاعه. هيجي يسنده كابتن احمد زيزو، وبن شرقي هيسنده تريزيجيه، وسامو كرادشار خلاص فاقهم. خط الوسط بقى اسلحه مدججه، خط الوسط بقى اقوى خط وسط في افريقيا. نيجي للدفاع، اسوأ خط دفاع في افريقيا. الاهلي لو استمر على خط الدفاع بتاعه ده هنطلع حصاله في كاس العالم للانديه. لابد من تدخل الجهاز الفني فورا بقرارات هو واداره النادي الاهلي، وتغيير جذري في الدفاع النادي الاهلي. بتروجيت احرجتنا في الدفاع، المصري احرجنا في الدفاع. يعني اما صلاح محسن الكره الاولانيه تيجي منه وتجلي وما يعرفش يجيبها، فيعيدها بنفس المره بنفس التفصيل ويجيبها جون في محمد الشناوي. محمد الشناوي واقف يتفرج عليها، وهي نفسها او قريبه منها بنفس الخطط. مين اللي جاب الجون بتاع التاني؟ فخر الدين بن يوسف. هي غفله من الدفاع عرضت وخسرت النادي الاهلي هدفين. دلوقتي الاهلي الاول على الدوري في حين انتهاء الجوله الخامسه. الزمالك بكره هتلعب مع سيراميكا، وبيراميدز بكره هتلعب مع البنك الاهلي. والتوقعاتي ان الاهلي هياخد الدوري مع الكابتن عماد النحاس. دي حقيقه بصراحه بالمستوى اللي احنا شايفينه. ده تالت مهمه الكابتن عماد النحاس ينجح فيها. وانتظروني في حلقه فيها كميه تفاصيل وكميه معلومات هتعجبكم قوي. حلقه مشوقه على اليوتيوب. وانتظروني مع قرار لجنه الانضباط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.